لله اليوم كيتنطبق فيه برنامج عمل جماعه الترددات وكذلك البرنامج التنميه الحضريه 2029 هذا البرنامج هذا اللي اليوم الحمد لله عندنا انطلاقه الاشغال ديال السوق ديال سيدي برقاس. هذا السوق هذا اللي على واحد المساحه ديال 3200 متر مربع، واحد الصفقه تقريبا واحد 7.8 مليون جنيه. هذا السوق هذا اللي جا في وسط حي سيدي برقاس اللي غادي يكون واحد بنيه تحتيه اقتصاديه وكذلك تيمثل مجموعه ديال المرافق القرب بالنسبه للساكنه. هذا الحي هذا اللي معروف به بان فيه واحد التسويقات تكون يوم الجمعه وتكون فيها مجموعه المرتفقين ديال الاحياء المجاوره. الحمد لله التوطين ديال السوق كان سابقا يعني منذ سنوات. الحمد لله فكرت جماعه الترددات باعتمادات خاصه اللي دير واحد السوق نموذجي بمعايير جميله، واحد التغطيه شاربونت وكذلك اسواق وكذلك محلات الى غير ذلك. الحمد لله كذلك اليوم في بدايه انطلاق اشغال 4 ملاعب القرب هما داخلين في نفس البرنامج. هذه الملاعب القرب الحمد لله اللي بواحد الغلاف مالي تقريبا 4 مليون درهم اعتمادات خاصه للجامعه. عندنا ملعبين بسطح بحي سطح المدينه الحي المحمدي، وملعب بولاد الغزال اللي حاضرين فيه حنا دابا في بعض الارض ديال الجامعه، وملعب اخر في ملعب الابجيل. هذا في اطار كي تنقولوا تجويد الحياه بالنسبه لجماعه الترددات، وكذلك بان تنقولوا دائما مجلس جماعه الترددات برئاسه السي عبد اللطيف الكوبي يشتغل في الصمت. مجموعه ديال المناوشات ما تتاثرش الحمد لله. كنعتبروا حنا هذه المناوشات ديال مجموعه ديال المنابر تنسميو دائما انا صفراء انه عندهم واحد العقده مع المنتخب، مع العلم ان المنتخب دائما يلتزم بوعوده الحمد لله. حنا تنحاولوا نحسنوا كي تنقولوا تخليق هذه الحياه السياسيه، ما تردوش عليهم، بالعكس ردوا عليهم بالعمل. واليوم واحد الرد اللي هو غادي يكون ربما قاسي هو اننا نشتغل مع المواطن، نشتغل مع سيدنا. حنا دائما مع التنميه، مع التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله ملك ديالنا الله يشافيه اللي كيقول حنا بغينا التنميه ديال البلاد. التنميه ديال البلاد هي العمل، هي الاشتغال، هي المشاريع، هي تجويد الحياه للمواطن. والحمد لله هذا الحزمه ديال المشاريع اللي بدينا الحمد لله التدشين ديالها بالنسبه لجماعه الترددات منذ عيد العرش ديال هذه السنه. وحنا غاديين 3 المحطات ديال التدشينات الحمد لله ما يخص الصحي، البنيات الرياضيه، المركز الجهوي لكره القدم، كذلك ترميم الاسوار. هذا تيبين بان الحمد لله كاين واحد الانسجام كبير ما بين السلطات الاقليميه. ومن هذا المنبر تنشكر عامل صاحب جلاله اقليم الترددات الذي يساند هذا الاقليم في التنميه وجا الحمد لله به تنقولوا ببركته الحمد لله. كذلك الانسجام بين السلطات المحليه باشا المدينه مشكورا والقياد 4. كذلك كاين واحد الانسجام الحمد لله بين عناصر الاغلبيه ما بين المستشارين، وهذا الحضور الحمد لله ديال الوازن ديال الاخوان ديالنا في المجلس، الدعم ديال هذه المشاريع. هذا تيبين بان الحمد لله نحن على الطريق الصواب. حنا الشكر الموصول حتى الاغلبيه والمعارضه الحمد لله. دائما تنعتبر حتى الانتقادات المعارضه هذه واحد الشعله ديال القوه، واحد النقطه اللي كتعطينا واحد الدفعه قويه باش ان شاء الله نستمروا على هذا المنهج وعلى هذا السرعه ديال العمل. وكذلك تنشكروا المصالح الاداريه والتقنيه ديال جماعه الترددات وعلى راسها مدير المصالح. هذا العمل هذا ماشي عمل ديال المنتخب ولا عمل ديال معين، هذا عمل كذلك ديال الاطار التقني والاطار الاداري اللي تيشتغل عليه منذ مده الحمد لله. واجتماعات مختلفه كذلك نشكر المواطنين، نشكر ساكنه ولاد الغزال، نشكر جميع المواطنين ديال الترددات اللي داروا فينا الثقه الحمد لله. وكنتمنوا نكونوا عند حسن حاجه دار لي معك واحد التصويره. صورها الله يعطيك الرضا والرد. الله يسهل. مرحبا بكم. ايوا حنا راه ولاد العائله وكابرين مع العائله وكبرنا، راه السبعينات فاش غاديين وحنا في الجمعيه. وهذا السيد راه كنعرفوه الله يعمر هدر، مازال ما كاين لا الانتخاب ولا والو. وفين ما حلينا كيحل علينا البيبان، الله يحل البيبان الخير عليه. ولا انتم يا الشباب الصغير الله يطول لكم العمر والله يحفظكم، والهلا يحشمنا ولا يحشمكم مع الزمان ولا مع وليداتكم ولا مع من مهلي. فنطلبوها الله سبحانه والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا والله يخلف عليه ويدير بحسابه داير بالحقيقه ديال المسكين. حنا راه خوت
الدنيا بغينا نخرجوا منها قد اللي قعدنا. الله يطول العمر، الله يهدينا ويهديكم، الله يطول العمر. يا ربي يا مينا وليتي لا يحشمنا ولا يحشمكم.